سلام سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم موديل فنمر روعة روعة روعة. نحتاج في هذا الموديل 4 مترات بي ومترتين ونص قماش باش تجينا إيفازي. وعلى بركة الله نبداو في طريقة التفصيل. بعد ما طوينا القماش على 4 نروحوا نقيسوا طول الكتف اللي هو 20 سنتيمتر، نهبطوا ب2 سنتيمتر ونزيدوا نهبطوا ب20 سنتيمتر، نديروا خط التركيز ونديروا زاوية قائمة بهذه الطريقة. الآن نروح نديروا دورة ربع الخصر 33 سنتيمتر، ونشكلوا حردة الإبط، نهبطوا 18 سنتيمتر ونديروا دورة ربع الخصر، ندخلوا ب2 سنتيمتر كذا، ندخلوا ب2 سنتيمتر ونديروا دورة ربع الخصر. دركا نهبطوا إيفازي إلى آخر القماش. الآن نروحوا للجهة السفلية، نهبطوا للجهة السفلية تاع القندورة ونطلعوا ب10 سنتيمتر ونديروا خط مائل بهذه الطريقة هكذا. الآن نروحوا لعملية القص. نروحوا للرقبة الخلفية ونديروا طول الرقبة 8 سنتيمتر، عمق الرقبة 10 سنتيمتر، وندوروا بهذه الطريقة هكذا. الآن نروح نديروا لي بانس، ندخلوا ب11 سنتيمتر ونطلعوا ب11 سنتيمتر ونهبطوا ب12 أو 13 سنتيمتر هكذا. نقلبوا القماش هكذا، نضربوا على القماش باش يبانوا لنا لي بانس هكذا. ها هما لي بانس تاعنا نفس القياس وهذه الرقبة. الآن نروحوا للرقبة الأمامية. بعد ما لصقنا لها لافيزلين طويناها على 2، طول الرقبة 8 سنتيمتر، طول الرقبة 8 سنتيمتر، نهبط ب17 سنتيمتر ونشكل زاوية قائمة هكذا. الآن نطلع 3 سنتيمتر جهة السفلية هكذا، نعين خط آخر طريقة الفهم، نعين 3 سنتيمتر أيضا الجهة السفلية هكذا. وندير نشكل مثلث متساوي الساقين وندور هكذا وندخل شوية على الجهة هذه هكذا. الآن نبدأ في عملية القص هكذا. بعد ما قصينا الرقبة هذا هو الشكل تاعها فراح يجي. الآن نحكموا البي بهذا الشكل، نخيطوه هكذا
نروحوا للمنتصف تاع الرقبة ونهبطوا ونركبوا هذا البي على شكل في. هذه النتيجة تاعو كيف راح يجي. بعد ما خيطناه وركبنا البي على كامل الرقبة وركبنا هذا الخيوط تاع البي، نزيد نلصقهم على جهة الكتف. بعد ما سفجنا الرقبة الخلفية ودرنا لي بانس، الآن نروحوا نلصقوا الكتاف ونخيطوا الجناب. الآن نبدأ في تفصيل لي مونش. نطلع 17 ونزيد ندير في الجهة السفلية 17 هكذا. ندور هكذا الكرباي تاعي بهذه الطريقة، نقص الكرونتي هكذا. الآن نفصل مش عندي فيك طول 31 سنتيمتر، العرض 8 سنتيمتر. نفتح مش عندي فيك تاعي بعد ما كان مطوي على 4 كذا، نقص كل وش عندي فيك وحده كذا. الآن ركب له البي مش عندي فيك ونزيد نركب البي في المونش كورباي هكذا، ونروح نخيط مش عندي فيك ومن بعد نزيد نخيط مونش كورباي كيما متعودين. وهذه النتيجة النهائية تاع القندورة تاعنا. نتمنى تكون نالت إعجابكم وتخيطوها إن شاء الله.